مصر العربي، فبيقرروا يستضيفوه عندهم، وبشكل ما الشقه بتمثل الوطن وافرادها بيمثلوا الشعب، ودخول مصر بينهم بتعتبر بدايه انغماسه في المجتمع، وبترجع تاني فكره الود المبالغ فيه بين الناس. وعشان ما اكونش ظالم، هو احنا فعلا كنا كده بس زمان، وده مش عشان الناس بقت وحشه، لا، بس عشان الظروف بقت صعبه والناس بقت مضغوطه زي الحاله البريستو. لسه فينا الخير بس مش زي الاول. المهم الفيلم بعدها بيروح لنقطه البطاله، وهي متمثله في سعيد، وزي ما قلت لك الفيلم بيلعب في حته الاسماء دي، يعني سعيد عواطلي ومش لاقي شغل واحلامه كلها مدمره وكسر ال 30 ولسه قاعد مع اهله. ومن الحاجات الحقيقيه جدا في الفيلم ده لما قال ان ده كلام المصريين بيريحوا بيه نفسهم، ده حقيقي فعلا. يعني الطيار المصري مش احسن طيارين العالم، ولا الراجل المصري بينزل في اي حته الحريم بتقطع بعضها عليه، ولا حتى الطفل المصري اذكى طفل في العالم. وده مش عشان احنا وحشين، بس الظروف اصعب ما يمكن. فحتى لو في طفل فلته ونابغه مستحيل هيلاقي فرصه هنا، محدش بيتقدر غير لما بيطلع بره البلد. وبعدين الفيلم بيتجه تاني للبيروقراطيه والرشوه والمحسوبيه والطلبات الغير منطقيه في المصالح الحكوميه. وبعد ما اليوم بيخلص بيرجعوا البيت، وبيبان ان العلاقه بين عبد المنصف وابتسام سيئه، وده بسبب الكبت والظروف وانهم مش لاقيين شقه تجمعهم. وفيلم بيوضح لك تاني ان الحل اتغير وبقى صعب، وده كان بحاجه رمزيه جدا، واللي هي العنبه لما اترمت على الراجل ومسحها وكلها برغم من انها كانت بايظه. وبعدها الفيلم بيسلط الضوء على التحرش في المواصلات العامه، وده بيحصل حتى للرجاله، وده حقيقي بالمناسبه وزاد قوي دلوقتي، فكل واحد يأمن على نفسه يعني. المهم بيوصل مصري وسعيد للمدرسه، وبتفاجئ مصر ان المدرسه اللي بتعلم العيال ما بتعرفش تنطق اصلا، وده بيدل على سوء التعليم سواء للمدرسه اللي هي ازاي اتخرجت بالمستوى ده، وانها بتعيد الكره تاني في الطلاب. وبيخش مصر تاني في عجله البيروقراطيه